السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان رؤية الفلسفة للأخلاق البيولوجية والطبية. في البداية عايزين نعرف إن بعد الحرب العالمية الثانية أدرك العالم إنه بحاجة لجهود الفلاسفة للبحث عن إجابات للأسئلة الأخلاقية اللي ظهرت بعد التطور المذهل في علوم الحياة والطب. لازم دلوقتي بقى عايزين نفرق بين ايه هو مفهوم الأخلاق التطبيقية والأخلاق البيوتيقية. لو احنا خدنا الأول تعريف الأخلاق التطبيقية هنلاقي إن هي تعتبر عبارة عن مجموعة من القواعد الأخلاقية العملية واللي بتسعى لتنظيم العمل في كل مجالات الحياة الإنسانية بطريقة أخلاقية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي شوية أخلاق بنطبقها في حياتنا العملية لعلاج مشكلاتها بطريقة أخلاقية. طيب لو احنا قلنا ايه هي الأخلاق البيولوجية أو الطبية أو اللي بنسميها البيوتيقة، هنلاقي ان هي تعتبر احد فروع الاخلاق التطبيقيه، وظهر المصطلح ده لاول مره عام 1970 على يد العالم الامريكي فان بوتر لما كتب مقال بعنوان البيوتيقه هي علم البقاء او الاستمرار على قيد الحياه، وهنا سعى للتلاقي بين علوم الاحياء والقيم والقواعد الاخلاقيه.